ازيك يا عم الشعب؟ احمد نبراوي كرة بلدنا. ايه كرة بلدنا دي؟ عبد الناصر زيدان. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا فلان؟ عبد الناصر زيدان يا ابني. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ ماشي. عم الشعب عايزين نعرف اخر الاخبار. لا اخر الاخبار حازم امام بيهرج هو جمال علام. وعلى فكره انا القناه كلمتني 20 مره ما رضيتش ارد عشان لا استثير غضب الجماهير ويقولوا صح. ففوجئت هو اللي عامل بيان. خد بالك بيقول لك ايه وان احنا حطينا اللعيبه على السيستم. تمام. طب ايه المشكله؟ عايز فلوس. طيب الفلوس دي بتدفع كاش ولا بشيكات؟ شيكات. صور شيكات جت شفتها كلكم. تمام. قال لك لا روح هات شنطه فيها فلوس، اجيب شنطه فيها 10 12 مليون واجي اي كلام مش يا باشا. لا دوله منع التعامل بنقدا اكتر من 5 مليون. تمام. بص اخر التطورات لا هيتأيدوا. اصل ما تأيدوش هنوقف النشاط الرياضي في نادي الزمالك. انا كان كل خوفي الجماهير تيجي بصراحه. ده فعلا. فحاولت ما اقولش. لكن هو السؤال احمد شوبير عرف منين قبلها بساعه؟ قبل القرار. عصابه. طيب احمد موسى عرف منين وعامل بث مباشر؟ عصابه. تمام. كل دول خدامين محمود الخطيب. خدامين. فيهم حازم امام وجمال علام. انما بقيه الناس حازم امام بيقول لك ما حدش طلبني. طلبوه كام مره؟ كتير. كل الاعضاء كلهم. يعني انت شايف حضرتك ان في هروب من اعضاء الاتحاد؟ هربانين يا بيه. وليد العطار بصراحه كلمهم وكلم حازم لان هو اللي عامل المؤامره دي كلها وانا واقف جنبه 20 مره بالظبط. تمام. فاللي بيقول لك ما حدش طلبني ومحمد ابو الوفا المحترم طلبه. قال على جثتك يا حازم انا هوريك جثتك دي تاني. هوريك جثتك دي انت وشوبير والخطيب والواد احمد موسى. تمام. قضيتي دلوقتي. انا بقول قضيتي بسبب بسيط جدا. يعني انا جيت الاتحاد بنفسي لما لقيت ايه عمالين يتوهوا من الساعه 9 وعارف الفيلم معمول هنقعد نتكلم كتير لغايه الساعه تبقى 12. شكرا. 11 ونص بالظبط قلت له الولاد يتحطوا على السيستم يطلب البوليس والنجده دلوقتي. فحطيناهم الحمد لله في الميعاد. هو بقى يدوس على الزرار النهارده بكره غصب عنه هيدوس. هيسجلوا. تمام. ما هو اصل القصه ايه؟ احنا خلاص حطيناهم. تمام. السيستم ده عشان تدوس ده عشان يسلمك بطاقه اللاعب. تمام. الكارنيه الخاص بيه. بس هو بقى مش عايز اقول يعني خد على دماغه في القناه ولا مؤاخذه عمل حاجه ما عملهاش طفل. يعني انا عمال اداري عليكم مش عايز اتكلم تقوم انت تعمل بيان تقول احنا رفضنا يا هبل. وابو الوفا كان قاعد مع حضرتك جنبك. طبعا. قال لك مين نازل البيان ده؟ البيان فعلا نزل بجد. عايز اقول لك حاجه. جمال علام مسافر. وليد عطار كان قاعد جنبنا اهو. مين اللي كتب البيان ونزله؟ حازم امام. خد مننا. تمام. وسؤال لجمال علام. انت بتقول مش لاقي حق التلج للمنتخب. حضرتك دلوقتي صرف 40 مليون جنيه سفريات انت وزوجتك المحترمه. طب انت رئيس الاتحاد هي بتشتغل ايه؟ باي باي يا جمال ان شاء الله. يعملوا دلوقتي محضر اثبات حاله وهيطلعوا بكره باعت للفيفا. تمام. وشكوى لوزير الشباب والرياضه الراجل بصراحه كلمه كذا مره لهم انا هبعت الفلوس وباخدها من الشركه. مش شركه شركه حكوميه. لا يعني ايه؟ شايف ان في تعنت سيادتك؟ لا مش تعنت ده مؤامره. هم عاملين كده علشان فاكرين لما يعملوا كده الجماهير تقلب عليا. تمام. طبعا. فالجماهير لقاني هنا بتاع فالجماهير قلبت على مين؟ قلب عليهم. ترند ايه دلوقتي؟ فعلا. اشطبوا حازم امام. هترجع لكده ومحمد اللي عينك هنا وفي المجلس مش هينفعك. بس شكرا. شكرا يا عم الشاف. شكرا يا مسلم.